قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين إنما أشير إليكم وأنصحكم بخصلة واحدة، هي أن تقوموا متجردين من الهوى لله سبحانه، اثنين اثنين أو منفردين، ثم تتفكروا في سيرة صاحبكم وما علمتم من عقله وصدقه وأمانته، لتتبينوا أنه صلى الله عليه وسلم ليس به جنون، ما هو إلا محذر لكم بين يدي عذاب شديد إن لم تتوبوا إلى الله من الشرك به. قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين ما سألتكم من ثواب أو أجر على ما جئتكم به من الهدى والخير على تقدير وجوده فهو لكم، ليس ثوابي إلا على الله وحده، وهو سبحانه على كل شيء شهيد، فهو يشهد على أني بلغتكم ويشهد على أعمالكم فيوفيكم جزاءها. ولما بين سبحانه الحجج على أهل الباطل والشرك بين أن ذلك سنته فقال: قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب. قل أيها الرسول إن ربي يسلط الحق على الباطل فيبطله، وهو علام الغيوب، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولا تخفى عليه أعمال عباده. قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين جاء الحق الذي هو الإسلام وزال الباطل الذي لا يبدو له أي أثر أو قوة ولا يعود إلى نفوذه. قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين المكذبين إن ضللت عن الحق فيما أبلغكم فضرر ضلالي قاصر علي لا ينالكم منه شيء، وإن اهتديت إليه فبسبب ما يوحيه إلي ربي سبحانه، إنه سميع لأقوال عباده قريب لا يتعذر عليه سماع ما أقول. ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى أيها الرسول إذ فزع هؤلاء المكذبون لما عاينوا العذاب يوم القيامة فلا مفر لهم منه ولا ملجأ يلتجئون إليه، وأخذوا من مكان قريب سهل التناول من أول وهلة، لو ترى ذلك لرأيت أمرا عجبا. وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد. وقالوا حين رأوا مصيرهم آمنا بيوم القيامة، وكيف لهم تعاطي الإيمان وتناوله وقد بعد عنهم مكان قبول الإيمان بخروجهم من دار الدنيا التي هي دار عمل لا جزاء إلى دار الآخرة التي هي دار جزاء لا عمل. وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. وكيف يحصل منهم الإيمان ويقبل وقد كفروا به في الحياة الدنيا ويرمون بالظن من جهة بعيدة عن إصابة الحق، كقولهم في الرسول صلى الله عليه وسلم: ساحر كاهن شاعر. وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل
إنهم كانوا في شك مريب. ومنع هؤلاء المكذبون من الحصول على ما يشتهونه من ملذات الحياه، ومن التوبه من الكفر والنجاه من النار والعوده الى الحياه الدنيا، كما فعل بامثالهم من الامم المكذبه من قبلهم. انهم كانوا في شك مما جاءت به الرسل من توحيد الله والايمان بالبعث، شك باعث على الكفر.